نختم من جوهرة الشرق الجزائري جيجل، ماء يرخي الليل سدوله على الواجهة البحرية للعوانة حتى تقبل العائلات وتتهافت الحشود على المنطقة بغية الاستمتاع بسهرات تمتد لساعات متأخرة من الليل. المزيد في تقرير صالح تامو. بإطلالتها الساحرة على البحر تعرف الواجهة البحرية العوانة توافدا كبيرا للسياح من أجل الاستمتاع بمنظر غروب الشمس وقضاء سهرات صيفية في جو بهيج يسوده الأمن والطمأنينة. الهواء النقي والعليل لهذه المنطقة، بالإضافة إلى الاخضرار الكبير اللي راه مقابل على بعد 50 متر من الواجهة، هي عبارة عن غابة الكاليتوس، مما جعلها في هذه الحالة قربها من الشواطئ على بعد 100 متر من الشاطئ المركزي للعوانة، وكذا توفر كافة المرافق الضرورية. فيها مساحات خضراء، شغل واسعين، يريحوا لي فامي، تريح وين حبيت، ماكش يديرونجيك، تحب انسان يجي مع لاتيه هنا يريح يقصر مع لافامي تاعو. عجبتني يعني كمنطقة، يعني الأمن، منطقة يعني باساج، يعني منطقة خضراء باهية، فيها يعني كل الرفاه، يعني العائله، يعني الكل يعني منتزه، يعني فيه كل شيء، يعني الامن. روعة المكان وسحره الأخاذ جعل منه ملاذا للعائلات من مختلف جهات الوطن لقضاء سهراتها إلى غاية ساعات متأخرة من الليل. نجيو نعديو حنا العشية في الليل، نتعشاو نجيو ديراكتومون لهنا، ساعات نجيبو معنا العشاء ونجيو نتعشاو هنايا. من جهة الأمن الله يبارك، يعني تريح آلاز، ما تحس بالأمان، لابوليس هنا يدوروا، ما كاش يعني ما كاش لي جان لي فوايو هذوك يدوروا يقلقوك، ولا تريح آلاز. تبدل اللوك تاعها ولا تشابه، تما من كل الجهات يجيو يتصوروا فيها كلش. كيما راني نخدم دوكا فوتوغراف متجولها، فوطوات اللي نصورهم تسمى صورهم ونبعثهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتظل الواجهة البحرية للعوانة فضاء حيويا يستقطب الزوار إليه كتشكيلة إضافية لعديد الأماكن التي تحوزها عاصمة الكورنيش على اختلافها وتنوعها بلوحاتها الطبيعية. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذا الموعد الإخباري. لمزيد من الأخبار يمكنكم تصفح المواقع الإخبارية الظاهرة أسفل الشاشة. شكرا لكم لكرم الإصغاء والمتابعة. سلام الله عليكم.